بنشوف كاتومان وهي بتسرق شقة ويشوفها سوبرمان ويقول لها إن باتمان عنده ظروف صعبة ولازم تروح له، وفعلا تروح له وتشوف القصر الكئيب وظلمة وبتروح تواسيه وتقول له متزعلش أنا معاك. وبعد كده بنشوف ضوء لمع وسط المدينة، فبيروح باتمان وكاتومان عند الضوء فبيلاقوا الرئيس ويقول لباتمان عايز أكلمك في موضوع لوحدنا بعيد عن أي حد. باتمان بيعرف إنه بيرمي على كاتومان وبيقول له لو مش هتتكلم قصادها يبقى أنا مش هتكلم. والرئيس بياخدهم على مكتب مجهز بحيث سوبرمان ما يقدرش يسمع أو يشوف هما بيعملوا ايه، وبيوريهم الحاجات اللي بيعملها سوبرمان وإنه ازاي بيتدخل في كل حروب العالم وبيفرض عليها السلام. ومش هو بس، ده كمان كل الأبطال معاه. وباتمان بيستنتج إن الرئيس خايف من سوبرمان وعايز باتمان يخلص منه، وبيديه ملف فيه صور الأبطال عشان يساعدوه في المهمة بتاعته. وباتمان بيقول له أنا ما بخلصش من حد، أنا كل اللي عايزه إن سوبرمان يبطل اللي بيعمله ده. وبالمناسبة الملف ده أنا معايا أحسن منه. وتاني يوم باتمان بيكلم حد مش عارفينه مين وبيقول له هما جايين، استخبى دلوقتي لحد ما نشوف هنعمل ايه في الحوار ده. وفعلا بيجمع الفريق وبيتكلموا في خطة الهجوم. وبعد كده بنشوف بيلي باتسون هو بيسأل الناس عن رأيهم في اللي بيعمله سوبرمان وهل اللي بيعمله ده صح، وطبعا الناس بين مؤيد ومعارض. وفجأة بنشوف فريق العدالة وهو مشغول مع بلاك آدم، واللي ده بيحصل محدش عارف. فالمهم بيسألوه مالك في ايه، فبيقول لهم في صاروخ اتضرب على المدينة بتاعتي وانا جاي هنا عشان انتقم. وباندر رومان بتكتفه هي وشازام وتخليه يقول شازام ويرجع شكله الضعيف تاني. وشازام بيطمن الناس ويقول لهم ما تخافوش الخطر خلص خلاص. والناس بتتعصب وتقول الخطر خلص؟ انتوا الخطر، احنا كنا عايشين كويسين قبل ما تيجوا، كل واحد فيكم عامل لنفسه ملك وبيحدد مستقبلنا، انتوا مش فاهمين احنا عايشين ازاي بسببكم. وشازام بيزعل من الكلام ده ويقول في سره لا، انا حاسس بيكم علشان انا اكتر واحد عايش وسطكم، وعشان كده كنت بسألكم وانا بكرر سؤال تاني، هل اللي احنا بنعمله ده صح؟ عدى شهر واحد بس خد معاه أرواح كتير وغير عالم كامل، ودلوقتي كلمة مستحيل بقت موجودة. وفجأة بنسمع كلمتين من الراديو، أنا حي. فرقة العدالة بتسمع الراديو وسوبرمان بيقرر يروح عند مصدر الإشارة، بس الفريق بيرفض ويقول له احنا حبايبنا كتير ممكن جدا يكون ده فخ. لكن سوبرمان كالعادة بيرفض ويروح، فجرينلاندر ووندر وومن بيروحوا معاه علشان إذا حصل أي حاجة يعرفوا يتصرفوا. ويروحوا كلهم عند مكان الإشارة ويلاقوا حفرة تحت المبنى وجواها مربع أو أوضة من الرصاص. بيترددوا في الأول وسوبرمان بيفتحها ويلاقوا جواها ليكس لوثر. ونروح عند باتمان وهو بيكلم واحد ما نعرفوش على موضوع ليكس، والشخص ده بيقول له ليكس طلب يقابل فريق العدالة كله. وباتمان بيقول له طب ازاي هو عدى من الانفجار ده سليم، أنا شاكك إنه يكون معاه حد. والشخص ده بيقول له شكك في محله، ليكس كان متفقة مع واحدة تحميه ساعة الانفجار وتلاقيها بعد ما جابته ما كانش سريعة للدرجة وماتت. ونرجع على البرج وبنلاقي ليكس بيحاول يقنع فريق العدالة انه ينضم معاهم، واكيد الفريق بيرفض وليكس بيقول ما بديهاش بقى. طب اسمعوا بقى يا كلارك كينت، الأميرة ديانا، هال جوردن، بيلي باتسون، باري ألين، انا كنت محافظ على هويتكم من زمان ومحدش عرف انتوا مين غير انا، فهل هتخلونا ننضم معاكم؟ وتاني يوم بنشوف هوك جيرل وهي بتنفذ عملية من عمليات سوبرمان، وباتمان بيخطط انه يخطفها وفعلا بيعمل كده وياخدها عنده على الكهف. وكاتومان بتسأله هنعمل ايه دلوقتي، اكيد هيدوروا عليها. وباتمان بيقول لها انا مش عايزها غير اسبوع واحد بس ومتخافيش مش هيدوروا عليها. ونروح على البرج ونلاقي ليكس بيقول اكيد اللي عمل كده هو باتمان بس ليه مش عارف. والفريق لسه رايح يدور على هوك جيرل ليها واقفة قدامه، وطبعا الكل بيسألها هربت ازاي، وبتقول انا ما هربتش علشان اقول لكم انه عايزكم تشتغلوا معاه وكفايه اللي حصل قبل كده. ومن هنا يبدا الخلاف بين الفريق، فلاش وشازام بيوافقوا على العرض ويقولوا احنا عايزين نتكلم في اللي بنعمله. ووندر وومن بتقول اللي بنعمله هو الحفاظ على السلام الحقيقي وسط الناس. وفلاش بيقول لها والله ولما رمينا اطلانتس في الصحراء ده كان سلام، والطفل اللي اتأذى في عمليه عملناها وقلنا ما كانش قصدنا ده سلام. وترد وندر وومن وتقول له لو عندك شك ان اللي بنعمله ده حاجه غلط تقدر تمشي في اي وقت. ويدخل شازام في الموضوع ويقول احنا عايزين نحمي الارض زيك ويمكن اكتر منك يا ديانا، بس احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي واحنا نفذنا كل اللي قلته عليه من غير اي نقاش. ولو عايز رأي يا ديانا، القائد اللي مش عايز يسمع اي صوت غير صوته ما يبقاش قائد سوبرمان. فبيقطعهم ديمين ويقول ها عجبكم اللي عملتوه ده، يعني محدش فكر ان باتمان خرجها عشان يحصل اللي حصل ده بوي وانا عارفه بيفكر ازاي. وليكس بيقول كلام ديمين صح، هو بعتها عشان يشتتنا ويشككنا في بعض، طب ايه رأيكم لو نعمل حاجة تخلينا نتواصل مع الناس بشكل احسن. وليكس بيعمل مؤتمر صحفي بيقدم فيه الابطال
والحاجات اللي عملوها عشان يحموا الناس. وسوبرمان يبتدي يتكلم عن الحاجات اللي عملوها وإنهم كانوا بيواجهوا خطر كبير جدا، ولو عملوا أي حاجة غلط في نظرهم ياريت يسامحوهم علشان هم أكيد ما يقصدوش وهم موجودين هنا عشان يحموهم. وفجأة كاليباك بيهاجم الأرض ويضرب سوبرمان ويقول: أنا سمعت إنكم بتحاولوا تنشروا السلام في العالم، فقلت أجي أتأكد بنفسي. وسوبرمان بيبصله بكل كره وغضب لدرجة إن كاليباك اتفاجئ من شكله.